ليله مباراه الاهلي وصن داونز، مباراه العوده يا جماعه. والليله النهارده مش باين لها نوم. طب يا كابتن، اسئله كتيره كده. هل كولر يلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها، ولا يلعب بطريقه تانية، ولا ايه الطريقه اللي قالها اصلا الكابتن سامي قمصان مش كولر؟ ما طلعتش في الاخر طريقه كولر. طب يا كابتن، هو الاهلي لعب ازاي ماتش الذهاب؟ الاهلي ما لعبش دفاعي، لان كل الناس تقول لك لعب 5-3-2. ماشي، ده في حاله الدفاع. في حاله الهجوم بتتحول ل 3-4-3. الباك بيتحول وينج باك، بيروحوا الاثنين، ان كان هاني ولا العش، ويطلع يغطي مكانه او يرحل مكانه داري على الشمال، وياسر على اليمين او رامي. ويروح بقى مروان واحمد رضا مع امام، مع طاهر. وفي في الهجوم جراديشار. بتحول ل 3-4-3. ما شفناش ده كتير في ماتش الذهاب، بس دي يا جماعه طريقه حلوه جدا جدا على فكره، تمسكك الكوره وطريقه هجوميه في نفس الوقت. لما بتحب تدافع وتقفل مساحات تبقى حلوه جدا في الدفاع. بيتحول ل 5-3-2. ده اللي قدر يلعب بيه ماتش بيلعب بيه كولر ماتش ذهاب امام سان داونز. وقدر خلاص، وجاب جولين. وكنا هنكسب سان داونز في عقر دوره في بريتوريا 2-0، بس الجولين كانوا اوف سايد. فالاهلي كان شكله حلو عشان الطريقه كانت كويسه، بداتها من تحت. طب يا كباتن، ماتش بكره كولر يعمل ايه؟ الحلو يا جماعه في المدرب او الحلو في الكوتش، يعرف هو عايز ايه من الماتش، يعرف هيلاعب مين بالظبط. الكره كلها وجهات نظر وكلها متغيرات، ما فيهاش ثوابت. يعني ما ينفعش اقول انا هثبت طريقه في كل ماتشات الدوري او كل ماتشات دوري ابطال افريقيا. مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها طرق اللعب مختلفه. هعرف هلاعب مين وعايز ايه من اللي وراه، والخصم اللي هلعبه ده ايه ايه نقطه القوه بتاعته، وايه نقطه الضعف بتاعته اللي هلعب عليها. فمثلا فريق زي سان داونز ده بيتنشأ، بيشم المساحه. فانا اعمل ايه؟ اقفل له مساحات، عشان ده فريق بيلعب حلو جدا على المساحات وفي الشورت باص ممتاز. بدايه من حارس المرمى بتاعه. ركز في الكلمتين دول. حارس المرمى بتاعه يا جماعه بيلعب فوت ورك بتاعه حلو جدا. في حارس المرمى التاني نسيت اسمه، اونيانجو. ده حارس عملاق. الحارس التاني الاحتياطي بتاع سان داونز حارس عملاق بصوت حلو جدا، بس في رجليه ما بيعرفش يلعب برجليه كويس جدا. الفوت ورك بتاعه مش حلو. فيا جماعه، حارس المرمى بتاع سان داونز دلوقتي بيلعب برجليه كويس جدا، وده اللي خلاه ياخد احسن لاعب في افريقيا السنه اللي فاتت لما كان معاه زيزو. فالحارس المرمى بيشترك معاه في مرحله البيلد اب. هنيجي عكس تماما للشناوي. الشناوي لسه عايش في دور السبعينات، ايد ورجل ويلعب وطوح، ايد ورجل وطوح. ايه دلوقتي بيخلي يا جماعه حارس المرمى يبقى ليه تمن؟ بيكون لعيب من تحت. هعرف اشترك في مرحله البيلد اب من تحت. لكن الشناوي لغايه دلوقتي ايد ورجل وطوح، ما بقاش الكلام ده في الكوره. فحارس سان داونز بيعرف يلعب معاهم من تحت كويس جدا في مرحله بنى اللعب. تعرف في المرحله دي سان داونز بيسحب لعيبه الاهلي. هيخلي جراديشار او اي مهاجم الاهلي هيروح يقابل، هيخلي امام يقابل كده عشان يفضي مساحه نص الملعب اللي مغطيها مروان. يوم حارس مرمى سان داونز هيلعبها لونج باص لنص الملعب، وياخد ايه؟ مساحه، عشان يخلي لعيب سان داونز تلعب تحت المساحه. فانا ماتش زي بكره ده هعمل ايه؟ هلعب بنفس الطريقه اللي لعبت بيها ماتش بريتوريا. حد هيقول لي طب ما هو لازم هنا يفتح بقى خطوطه ويجازف. ماشي، انت بتلعب فريق جامد جدا، خلي بالك. بتلعب فريق اديله ملعب واتفرج عليه. فهو الفريق ده بيلعب في اي حته كويس جدا طالما عنده ملعب حلو. وملعب استاد القاهره ملعب ممتاز ويتلعب عليه كوره. فانت ملعب زي ده مع فريق زي ده، اوعى هتديله المساحات. فماتش زي بكره ان شاء الله هتعمل نفس الطريقه برضه. هتلعب بال 3-4-3 في حاله الهجوم. في حاله الدفاع هتحولها 5-3-2. ما تديلوش مساحه. اهم حاجه يا جماعه ان شاء الله بكره باذن الله نجيب جول والتاني، عشان 1-1 لا قدر الله زي ما انتم عارفين. فيا جماعه ماتش بكره يا ريت كولر ما يألفش ويلعب بنفس التشكيل ونفس الطريقه اللي لعب بيها ماتش الذهاب. وما يستجد بقى خلال اللقاء يعمل كذا سيناريو، عشان بن شرقي لازم ياخد
انا دلوقتي بقى عندي يا جماعه في الاهلي بقى عنده فرقه واثنين، والاثنين احسن من بعض. ماتش بكره بن شرقي ما يبداش، العب نفس اللعيبه ونفس الطريقه اللي لعب بيها ماتش بريتوريا، وان شاء الله ان شاء الله تكون دي الطريقه اللي تكسب الاهلي وتوديه لفاينل دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. وفي انتظار ان شاء الله اللي يكسب بقى من بيراميدز ورونالدو بايرس باذن الله. شكرا يا كباتن، وكل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله، ويفرحنا بكره ان شاء الله. ونتقابل ان شاء الله بكره بعد اللقاء واحنا كلنا نبارك لبعض لصعود النادي الاهلي العظيم اللي مشرف الكره المصريه دايما لفاينل دوري ابطال افريقيا. شكرا يا كباتن، تحياتي ليك يا صديقي.